أين نحن الآن مما يحدث في هذه البلاد؟ إننا تفرقنا وكل منا أخذ ما أخذه. يا إخواني أنا بقول سموها ما شئتم، القضية أخطر مما نتصور. هناك 300 محاولة لهدم المسجد الأقصى ولا ندري. هناك 12 جمعية تعمد الآن إلى منها جمعية أمناء الهيكل وأصحاب السر وكذا وكذا، كل جمعية لها مسؤولية من المسؤوليات. من هؤلاء حضروا 6 ملايين حجر عشان يبنوا الهيكل وإحنا نايمين. حضروا سيحوا 541 كيلو ذهب وصنعوا الهيكل الذهب، صنعوا الشمعدان الذهب اللي هينوروا به الهيكل ومستعدين. عملوا صنعوا الخيمة اللي هي خيمة الميعاد بخيوط من الذهب ومستنيين لحظة يهدوا المعبد. يا اخوانا هذه حقيقة كده واحنا للأسف مغيبين وعمالين نصور شوية ونصحى ونقول مفاوضات. القضية قضية خطيرة، هم مستعدين لها تماما، مستعدين استعداد غير عادي، علما بأن الذي بنى المسجد الأقصى يعقوب عليه السلام وبناه بعد ما بنى بعد المسجد الحرام. ولازم نعرف برضو أن كل عمرهم في هذه المنطقة 85 سنة اللي قعدها سليمان، وليس لهم فيها ناقة ولا جمل. وبدأ 985 وبعد تولى سيدنا سليمان، وبعد 4 سنين بنى الهيكل، وبعد كده هدم تماما طبعا قبل الميلاد سنة 586 هدم تماما. طب ما بتسألوش عن القصر الممرد من القوارير ليه؟ اشمعنى بتسألوا عن الهيكل؟ فالقضية أكذوبة يبحثون عنها الآن لمجرد إخراج هذا الشعب من دياره وجمع من كل مكان من يسكنون هذه الديار. هم بيشتغلوا وهم بيلتفوا حول التوراة والتلمود. التوراة 5 أسفار، التلمود عبارة عن إيه؟ مجرد مؤلفات وشروح في حوالي 1000 سنة، يعني ملهاش أي يعني انتماء للحق جل وعلا، لكن مجرد شروح هم اللي وضعوها، وده كلامهم مش جايباه، وعندي بالنصوص هنا من التوراة ومن التلمود. للأسف الشديد لكن هم استطاعوا أنهم يلتفوا حول هذا رغم أنها قضية باطلة. كل هذه الأمور خرجت عن واقعها تماما، ليس هذا كلام موسى عليه السلام أبدا. التفوا حولها وعاشوا فيها فيما يسمى بالجيتو، لدرجة أنهم في شتاتهم وتشتتوا الشتات البابلي والشتات الهليني والشتات الأشوري، في كل شتات من هذا كانوا بيجتمعوا حول هذا الجيتو، لدرجة أنهم بيعيشوا في التلمود كأنهم في موطن. وللأسف جات لهم فرصة ونحن أيام. سموها ما شئتم، استنفروا القلوب، استنفروا القومية إذا كانت دي هتصحيكم، استنفروا أي شيء، بس المهم أغيثوا هؤلاء الذين يقتلون ويذبحون، أغيثوا هؤلاء الذين في هذه الأراضي المطهرة، استنفروا أي حاجة تخلي الرجال يقفوا. والأمر ليس بالعنتريات فقط وإنما بالعمل الدؤوب. الأمر يحتاج منا إلى حنكة وإلى خبرة وإلى صورة مدروسة. هم أكثر نفيرا إعلاميا، لابد لنا أن نحارب بنفس السلاح اللي بيحاربوا بيه، تكون لنا قضية واضحة نقدر نوصلها للعالم، نقدر نتكلم في كل مكان، لكل إنسان يستطيع أن يتحدث موقع على الإنترنت يقول يحكي هذه القضية، يبين للعالم الذي يحدث. لكن الغوائية وعدم الاجتماع على كلمة سواء بيننا وبين بعض عمرنا ما هنوصل لحل. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يجمعنا جميعا على كلمة سواء، ونسأل الله هذا إن شاء الله.